السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة أنيس فوت. هذه قناتي جديدة خاوتي، ماذا بكم دعمونا بجام أبوني. واليوم راح نشارك معكم أخبار عن اللاعبين الجزائريين. راح نبدأ بالخبر الأول. نونو مانديز تكلم عن رياض محرز وقال: إذا بإمكاني امتلاك ميزة اللاعب لاخترت ميزة رياض محرز، إنه لاعب كبير جدا ومن أصعب اللاعبين الذي واجهتهم. نونو مانديز من بين أفضل اللاعبين في المنصب نتاعو في الجناح الأيسر، وراه يشكر في رياض محرز. صراحة رياض محرز موهبة عالمية في كرة القدم، ورانا محظوظين اللي عندنا جوار اسمه رياض محرز راه يلعب معنا في المنتخب الوطني الجزائري. ديجا رياض محرز كي يدخل يلعب يعني راح يمتعك بالكونترول تاعو، بالمراوغات تاعو، بالتمريرات السحرية اللي يديرهم، بالكوفروات تاعو. إذا شفت رياض محرز راح يدير كوفرو، أعرف بلي 90% راح يماركي هذاك الكوفرو. خاطركش قليل من محرز زعما يضيع كوفروات، والله قليل وين نشوفو رياض محرز يضيع كوفروات، سواء في المنتخب الجزائري سواء في النادي تاعو. وراح ننتقل إلى الخبر الثاني. إبراهيم مازا يلتحق بناديه الجديد باير ليفركوزن. وراح نوريكم السالفة اللي داروا إبراهيم مازا في التدريبات مع ناديه باير ليفركوزن، وراه يبان من وجهه راه سعيد مع النادي تاعو الجديد. ونتمنى كل الحظ والتوفيق لإبراهيم مازا، ونتمنى أن يقدم المستوى الجيد مع نادي باير ليفركوزن. ونتمنى ثاني أن المدرب يعطيه الفرصة باش يشوفوا أسكو يقدم المستوى الجيد ولا لا. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى الخبر الثالث. رسميا نقل مباراة غينيا المنتخب الوطني الجزائري لتصفيات مونديال 2026 إلى أبيجان بكوتيفوار في حال عدم تأهيل ملعب كوناكري. صراحة نتمنى فوز المنتخب الوطني الجزائري على منتخب غينيا، لأنها مباراة مهمة جدا، ولازم استدعاء لاعبين جاهزين يكونوا في المستوى، ولازم تحضير جيد للمباراة. وحظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى من كل قلبي أن المنتخب الجزائري يطلع الكوب دي موند. وخلونا ننتقل الآن إلى الخبر الأخير. رسميا تعيين فارس عوض معلقا على مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان لنصف نهائي كأس العالم للأندية. وستقام المباراة يوم الأربعاء على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، وعلى الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. صراحة هذا ماتش حماسي، هما في زوج إكيبات قوية، ريال مدريد قوية وباريس سان جيرمان قوية، وانا نتوقع باللي باري هي اللي راح تربح الريال بنتيجة تاع 2-1. وانتم اعطونا توقعاتكم، يعني شكون اللي راح يربح والله. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وبارطاجيو لنا الفيديو ماكسيموم خاوتنا، وربي يحفظكم. السلام عليكم.